النهارده هنعمل مع بعض اشهر اكله في التاريخ، تقدروا تسموها اكله المغتربين، المزنوقين، المفلسين. ليها مسميات كتير، طريقتها سهله وبسيطه جدا، هتعمليها في 5 دقايق بس لو عملتيها بنفس التريكات والتفاصيل اللي هقولك عليها. عايزاكم كده تحمسوا معايا، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 10,000 لايك، وانتظروا مفاجاه في اخر الفيديو. صلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. وعشان دي اكله المستعجلين فبسرعه هنجيب كسرونه نحطها على نار عاليه، ننزل فيها بتلت كوبايه زيت، وهنجيب حله تانية نحط نصها ميه، ونضيف ليها معلقه كبيره ممسوحه من الملح، ونسيبها لحد لما تغلي. نرجع للكسرونه بتاعتنا، الزيت كانت قدح، هننزل فيها ببصلايه كبيره متقطعه تقطيع ناعم، ويكون التقطيع ده على ايدينا مش في الكبه. هنقلب تقليب مستمر لحد لما البصله تاخد اللون الذهبي المظبوط بالظبط كده، هو ده اللون المطلوب. حاولوا ما تغمقوش البصله عن كده. بعد كده هننزل عليها ب8 كيلو من اللحم المفروم، ده اللي كان متوفر عندي، ولو ما عندكيش تقدري تستغني عنه تماما، مفيش مشكله، وتقدري تستبدليه بكبد وقوانص لو متوفر. بعد كده هنبتدي نبهر بملح وكمون وفلفل اسود. هنقلب بقى اللحمه بتاعتنا دي كويس جدا مع البصل والبهارات، ونسيبها لحد لما تتعصق تماما، ونضمن ان هي استوت معانا. وفي نفس الوقت احنا مولعين الشعله التانيه على ميه للمكرونه. تمام، يبقى احنا شغالين حاجتين في نفس الوقت علشان الاكله بتاعتنا ما تاخدش معانا اكتر من 5 دقايق. بعد ما اللحمه بتاعتنا اتعصقت كويس جدا، هننزل عليها بكيس من الصلصه، وممكن تضربوا طماطم في الخلاط لو حابين، او لو مش متوفر عندكم صلصه. هنقلب كده بالشكل ده، وطبعا ندوق الملح نشوف الحدق بتاعها ايه. نحاول نظبط الحدق بتاعها كويس جدا، ونسيبها بقى لحد لما تاخد التسبيكه التمام. وبعد الميه بتاعتنا ما غليت، هنزل فيها بكيس من المكرونه. تقدروا طبعا تنزلوا بالكميه اللي انتوا حابينها وبنوع المكرونه اللي بتفضلوه. بعد ما نزلت بالمكرونه بالشكل ده، هديها تقليبه وهغطي عليها، بس هخلي الغطا موارب علشان بتفور فما تبهدلش الدنيا. تمام، من وقت للتاني برضو ببتدي اقلب فيها بالشكل ده. انا عايزه اسوي المكرونه بتاعتي بنسبه 95% علشان ال5 الباقيين هيستووا في الصلصه. ودلوقتي كانت الصلصه اتسبكت بالشكل ده، هبتدي اخد معلقه كبيره منها وهشيلها على جنب في طبق، وده اللي تركه خطيره جدا. حاولوا انتوا كمان تجربوها، هتشوفوها معايا بعد شويه. دلوقتي الصلصه بتاعتنا كانت خلاص استوت تماما، والمكرونه استوت كمان بنسبه 95%. الاتنين كانوا شغالين مع بعض علشان ما ناخدش وقت. اسرع اكله في التاريخ فعلا. خلاص المكرونه بتاعتي هبتدي انقلها بالمقصوصه كده من الحله بتاعه السلق للصلصه. تمام، وطبعا النار بتاعتي شغاله يعني على نار متوسطه تحت المكرونه. هبتدي اقلب فيها مع الصلصه بالشكل ده، وبالظبط هسيبها مده دقيقتين بالظبط، وبعد كده هبتدي اغرفها. طبعا ريحتها كانت قلب الدنيا، طعمها خطير جدا، مش محتاجه لاي حاجه خالص جنبها، ولا بيض ولا بطاطس ولا اي حاجه. اكله اقتصاديه بحته وبجد جميله، وتنفع كمان كطبق في العزومات. وبكده وصفتنا تكون خلصت. بجد اسرع وصفه في التاريخ، ريحتها كانت قلب الدنيا، والطعم طبعا خيالي. تعالوا نقدمها بتركات افخم المطاعم. بعد ما هنفضي المكرونه بتاعتنا في البوله بالشكل ده، شايفين طبعا اللون بتاع المكرونه بجد خطير، والطعم بجد يجنن. هنجيب معلقه الصلصه اللي كنا شلناها على جنب، وهنحطها على نص الطبق كده، بجد هتديكي نكهه جميله قوي. تقدروا طبعا للناس اللي بتحب الصلصه زياده تعملها بنفس الطريقه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم وصلوه ل10,000 لايك، وما تنسوش تكتبوا كومنتات جميله زيكم، وشيروا الفيديو لو حابين. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها اول باول. وشيروا الفيديو لو حابين. ولاني متابعيني كتير من جوه مصر وبره مصر، فحبيت افاجئكم واقول لكم ان الفيديو ده طالع من برج العرب اهداء لمدينه المنصوره. خمنوا معايا بكره الفيديو هيكون لمدينه ايه، وقولوا لي كمان انتوا بتتابعوني منين. فحالا متابعيني المنصوره اثبتوا وجودكم، وقولوا لي طبعا رايكم في الوصفه بتاعتي، والباقي يخمن بكره هيكون الدور على مين. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.